ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى عامله لكم اكله بصراحه تدفي في الشتاء وتنفع معانا في الصيام، عشان احنا صايمين بقى. كل سنه وانتم طيبين. 13 و14 و15 والله الايام بتجري. يلا اللهم بلغنا رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين. هنعمل بقى سبانخ باللحمه. قطعت بصلتين كده اهو، وحطيت معلقه سمنه كبيره، واحط بقى السمين بتاع اللحمه مع البصله على ما اعصر الطماطم. اهو يا بنات حطيت السمين بتاع اللحمه، اسيبها بقى تتحمر مع نفسها كده، واروح اعصر الطماطم واصفيها وارجع لكم تاني. طبعا انا السبانخ مقطعاها وغسلاها وسايباها في المصفى تتصفى، هرجع اعملها معاكم كده على السريع. بصل اصفرت اهي يا بنات، هنزل عليها بقى باللحمه كده تاخد صدمه، وبعد كده انزل بالطماطم اللي انا عصرتها وصفيتها، واسيب اللحمه بقى اول ما تدخل على السوا كده. طبعا معروفه هننزل بالسبانخ. انا بقى ما بحبش اللحمه الحمراء خالص، ولا انا ولا عيالي صراحه. بحب اللحمه اللي هي بيقولوا عليها ملبسه، اللي بيبقى فيها سمين دي، بتدي طعم للطبيخ في حته تانية خالص. بالذات السبانخ يا جماعه، الباميه تبقى حاجه كده ايه ما شاء الله تفتح النفس. اهو يا بنات اول ما اللحمه لونها غير كده، خدت اللون البني اللي احنا عارفينه، هننزل عليها بقى الطماطم اللي انا عصرتها وصفيتها، نسيبها بقى تستوي على نار هاديه. اول ما تحط لها فلفل اسود طبعا، اول ما تدخل على السوا كده هرجع لكم تاني. هنا اهو يا بنات حطيت السبانخ وقلبتها. طبعا لما تدبل الصلصه هتبان، وقطعت عليها بقى ربطه كزبره خضراء، احطها عليها كده واسيبها بقى لما تاخد غلوه في الصلصه. هنا يا بنات بقى دقيت توم مع كزبره خضراء مع كزبره ناشفه وشويه ملح، احمرهم بقى حطيت معلقتين سمنه، احمرهم بقى في السمنه على ما السبانخ تاخد غلوه وارجع لكم. اهو يا بنات بعد ما السبانخ غلت غلوه كده، حطيت لها مكعبين ماجي وشويه ملح، وهحط لها بقى كبشه رز قد كف ايدك كده، مش كتير عشان ما تعجنش، واسيبها بقى تستوي كلها مع بعضها. اكون حمرت التومه. ادي التومه يا بنات احمرت اهي، هنزل بيها بقى على السبانخ اهو، واسيبها بقى تاخد غلوتين مع التوم والكزبره كده. سلام على الريحه، تاخد وتدي كده مع السبانخ واللحمه زي ما انتم شايفين كده، تدي ريحه وطعم ما اقولكوش. متنسونيش بقى بدعواتكم الحلوه، اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.